كل ده كان ليه؟ سؤال سألته لنفسي كتير. ليه مثلا ما قدرتش احقق اللي نفسي فيه؟ ليه كل مرة اقرب فيها لحلمي اكتر وانا بردد جوايا خلاص هانت فجأة كل حاجة تتغير؟ طب ليه قلب لا عمره خان ولا اذى يتعامل فيه كل ده؟ بدأت الحكاية بالراعي الرسمي ورا كل مشاكلي، فضولي وإيماني الشديد بتحليلات الأشياء وإن لكل شيء سبب. فما كنتش بهدى غير لما أعرف السبب. ليه ده ما حصلش؟ ليه ده ما جاش؟ ليه ده ما اتعملش زي ما خططت له؟ لحد اللحظة اللي ما لقيتش إجابة. من قبل ما اتولد وأنا مامتي كانت مقررة إن كفاية عليها قوي ولدين، وإنها مقررة إنها ما تخلفش تاني خالص. بس تيجي جدتي وتمارس دور الحمى المصرية الأصيلة وتفضل تزن على ودن بابايا بانها عايزه البنت، ومش اي بنت، لا دي تبقى بيضه وصغيره وبغمازات. مش عارفه الحقيقه كانت جايبه الثقه دي منين. وبعد شويه شد وجذب بين بابا وماما يشاء القدر ان بعد 9 شهور بالظبط اجي وابقى اول حفيده بنت في العيله، وامنيه جدتي الوحيده تتحقق، مش بس في تحديد النسل، لا ده كمان بالمواصفات اللي هي عايزاها. اتاريهم طول عمرهم يقولوا انها واصله، وبسببها بقى ليا مكانه خاصه جدا في قلب جدتي. ومن وقتها اتحولت من طفله كانت ما بتامنش بسهوله وبتخاف حتى من ضلها، الا ان كان ملجأها الوحيد هو حضن جدتها توما ده كان دلعها، انا اللي اخترته. ولو انها ما كانتش بتحبه الا ان مكانتي عندها كانت بتحكم. وكان وقت ما يقولوا لي انها هتيجي تقعد معانا كنت اطلع اجري البس احلى بيجامه عندي واجري على الباب اول ما تخبط عشان تطل علينا. اصل كان ليها طابع خاص، هو اللي ريحه الحكايات اللي ما بتخلصش، ولو اتعادت 100 مره ما كنتش منها بزهق. ويا سلام بقى وهي جايه وجايبه لي كل الحاجات اللي بحبها، من اول الشوكولاته اللي على شكل قلب لحد حضنها الدافي اللي كنت بنسى فيه كل حاجه موجوده. تكبر الطفله ويتغير شكلها وطبعها، يبقى لها بدل الصحبه 2 و3، وتبدا تخرج عشان تكتشف العالم اللي بره. وشويه بشويه تبدا تنسى، لحد اول صدمه ما قابلتني وانا صغيره. صاحبتي اللي بفضلها على كل اللي حواليا فجاه تتغير معايا وما بقاش عارفه السبب. وبعد شويه اكتشف انها لقت واحده تانية بقت صاحبتها اكتر مني. هو موقف صغير بصحيح، الا اني فاكره يومها قعدت اعيط كتير قوي وانا عماله اسال نفسي ليه تعمل معايا كده؟ انا ما عملتلهاش حاجه. بس في وسط كل ده افتكرت ان الحاجه الوحيده الثابته في حياتي هو حضن جدتي توما. فجاه لقيتني بجهز وفي 10 دقايق كنت في حضنها بحكي لها على كل اللي حصل معايا. هي صحيح عمرها ما كانت بتديني حلول، بس كانت بتتميز بشطارتها في الخياطه والمطبخ واصلاح الاشياء في قلبي بطريقه محدش عارف يوصل لها لحد دلوقتي. اصل اليوم اللي كنت ابات فيه عندها كانه عيد. اصل انا مهما كبرت هفضل احب الشوكولاته اللي على شكل قلب وهيفضل يوحشني حضنها. يخلص اليوم واروح وتفوت شهور وسنين، اتخرج واشتغل واسافر لحد ما ابدا انسى، ابعد وانسى حتى ملامحها. لحد ما في يوم جاتلي في الحلم، حلم ما فيهوش تفاصيل كتير غير اني صحيت وانا عايزه اشوفها. يومها ناديت على ماما بانها تاخدني معاها لانها متعوده تروح مره في الاسبوع. في الاول رفضت بحجه ان انا راجعه من الشغل تعبانه، بس لما صممت خدتني معاها. رحت من غير ما اقول ولا كلمه، خدتني في حضنها وقالت لي كلمتها المشهوره: تعالي بقى سرحيني. انا اللي كنت بسرح لها، وكنت اقول لها انتي الوحيده اللي بغير منك في العيله دي كلها، من كتر ما كان شعرها ناعم وطويل وابيض زي لون التلج. ولما خلص كنت اقعد احكي لها عن كل حاجه مخوفاني،
ما كانتش تديني حلول كعادتها، بس كانت تاخد راسي على حجرها وترقيني، وأول ما تخلص تقولي تعالي بقى لما أبوسك، وكأنها جرعة أمان بتديها لي لحد ما أشوفها المرة اللي بعدها. بس ما كانش فيه مرة بعدها، عشان تاني يوم 7 الصبح صحيت على خبر وفاتها. وقتها اتمرضت، جالي غضب تجاه كل حاجة. ليه تسيبني؟ هي كانت قصدها تودعني؟ طب هي مش عارفة ان انا جوايا حاجات كتير قوي عايزة احكيها لها؟ وفضلت كده وقت طويل قوي، لحد ما وقعت عيني على تشبيه للي بيحصل في قلبي، او يمكن مسكن للي بيجرالي. بيقول: ليس لدي ما يسعفني سوى إيماني الشديد بحتمية الخلاص. لابد لهذه الغمة أن تنتهي ولو بعد حين. ومن وقتها بقيت كل ما أحن لها أعمل حاجة تانية خالص. أصلها قبل ما تسيبني بيوم، ولأن قلبها كان حاسس، قررت تديني جزء من روحها. حلق، ده حلقها. بقيت كل ما أسأل كل ده كان ليه ولا حن لها، أسمعها وهي بتهمس لي بصوتها وتقولي: ما تنسيش إنه بسببي انت جيتي الدنيا، فما تضيعهاش منك. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في الليل. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. اطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، ارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي، ايوه في قلبك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.